السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالي تعليق على آخر فيديو من حد، ربنا يا رب يكرمكم جميعا، إن إزاي أردد الصلاة على النبي، أو إن أنا تبقى يعني لساني رطب كده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والفيديو ده إن شاء الله هقولك فيه حاجات إن شاء الله هتستفادي منها ومش هتبطلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالفيديو ده النهاردة لكل حد نفسه دايما يكون لسانه رطب بذكر النبي ومش عايز يبطل صلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. خلينا نتفق مع بعض، مادام انت بدأت الخطوة وبتسألي يبقى أكيد فيكي خير كبير. طبعا كلنا أوقات كتير بنسمع عن فضل الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بس جوه القلب كده بيبقى في حاجة ناقصة مش بنحس بيها أو مش بنتعلق بيها، اللي هو دايما كده ممكن اذكر النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بس القلب كده يعني ايه مش حاسسها. فعلشان ان انا اتعلق بحاجة لازم ان انا احب الحاجة دي. طيب علشان ان انا اصلي على النبي ويكون دايما لساني رطب بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، فلازم ان انا احب النبي. طبعا مفيش شك ان احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم كلنا، ولو جت كده سيرة النبي، لو حد بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بنقف كده، وممكن كمان عينينا كده يعني ايه بتدمع شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لازم برضو تحبيه الحب اللي يليق بيه. طب علشان احبه لازم اعمل ايه؟ لازم اعرف، لما انا احب الحاجة دي لازم اعرف عنها كل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت طبعا الدنيا كلها ظلمات، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النور اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم هيقف يوم القيامة والناس كلها والكل حتى الأنبياء هتقول نفسي نفسي، لكن هو بس اللي هيقول أمتي أمتي. أيوة، هو كان بيفكر فيكي قبل ما تتولدي، قبل ما تعرفي اسمه. يبقى لما هتعرفي يعني ايه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قلبك طبعا هينده عليه لوحده، هتصلي عليه لوحده، قلبك هيشتاق قبل لسانك ان هو يصلي عليه من غير ما حد يقولك صلي على النبي. وانا كنت كده في يوم من الايام، كنت زيك بالظبط، لغايه لما سالت نفسي سؤال بسيط: انا ليه مش بحس لما باجي اصلي كده على النبي؟ وليه مش بحس مش بحب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انا المفروض ان انا احبه؟ وقلبي كده يعني كان تايه ومحتاج كده يفكر. فلما بدأت كده أقرأ وأعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحان الله اتبدل الحال، من حال يعني من حال إلى حال آخر خالص. بقى حالي يعني إيه غير القلب، بقى غير القلب الأولاني خالص. لما تعرفي إن النبي صلى الله عليه وسلم شايل هم أمته، لما بيقول أمتي أمتي، ما هو إحنا من أمته. لما النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عشاننا إحنا، يبقى بتهيألي مش قليل أبدا. يعني الحاجة البسيطة إن أنت تذكريه، تذكري النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكريه مش بلسانك ده بقلبك كمان. إزاي بقى ما أحبش اللي خاف عليا وهو ما شافنيش؟ يعني أعمل إيه؟ أنا هقولك الخلاصة. أول حاجة اعرفي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما تعرفي مكانة النبي اللي بيحب حد بيعرف عنه كل حاجة. لما تقرأي عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بيكي وعن شوقه لأمته، وقتها قلبك هيميل تلقائي للصلاة عليه، لأن هي أقل شيء تقدري تقدمي ليه. الحاجة التانية، افهمي يعني إيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما بتقولي اللهم صل على محمد، ربنا هنا عز وجل بيصلي عليكي 10 مرات، يعني بيتغفر لك ذنوبك وبيترفع بيها درجاتك
وبيرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وبيزيل الهم والغم من قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. وده حديث. تعالى أقولك الخطوة الثالثة، خليها عادة يومية بسيطة. ابدأي بخطوة صغيرة. بعد كل صلاة قولي 10 مرات اللهم صل على محمد. وقبل ما تنامي قوليها 100 مرة. امسكي السبحة الجميلة بتاعتك سبحي عليها 100 مرة وقولي اللهم صل على محمد. وكل ما تفتكري كده، كل ما تتذكري النبي صلى الله عليه وسلم، ودايما خليه دايما في بالك، قولي اللهم صل على محمد. هتلاقي قلبك بعد شوية هو اللي بيشتاق يقولها من نفسه. هتلاقي دايما لسانك هو بيقولها. رابع خطوة، اربطي الصلاة على النبي بالحب مش بالواجب. مش ان انا بقول كده علشان ده واجب عليا، ان انا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاني ان انا اصلي مثلا 10 مرات او كده فانا بقولها. لا، اربطي الصلاة على النبي بالحب. ما تفكريش انك بتصلي عليه علشان تؤجري بس. فكري باللي هقولك عليه. انا بذكر اغلى الناس في الوجود، حطيها كده في دماغك. انا بكلم ربنا عن حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكمان قولي لنفسك ان انا بذكر الاسم اللي بيطهر لساني وبيطمن قلبي. خامس خطوة، ودي من الحاجات اللي هتخليك كده قلبك يحب ويتمنى ان هو يذكر النبي في كل لحظة صلى الله عليه وسلم. اسمعي عن قصص محبة السلف للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده اما احكي لكم قصة عن التابعين او الصالحين. كان فيه واحد بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاله في المنام وقال له: أما يكفيك أن يجعل الله صلاتك نورا بين يديك؟ وفي يعني مقولة تانية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن صلاتك علي تكفيك؟ يعني إيه القصة ديت؟ إن الراجل ده كان بيكثر من الصلاة على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه، لدرجة إنه كان بيقضي الليل كله وهو بيردد اللهم صل على محمد، وما كانش بيطلب أي دعاء تاني ولا بيقول أي حاجة غيرها. فجاله النبي في المنام وقال له المقولتين اللي أنا قلتها لكم. يعني إيه؟ يعني إن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بتكفيه كل هم وتغفر بها الذنوب. لما قال له: أما علمت أن صلاتك علي تكفيك كل هم وتغفر بها ذنوبك؟ يعني سبحان الله. القصة أو المغزى من القصة إن لو أنت حبيتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدق ورددتي الصلاة على النبي بصدق بقلبك وبلسانك، دي بتكون سبب سبحان الله في الفرج ونور للقلب وحب سبحان الله بيربط ما بينك وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي بيحب النبي بصدق صلى الله عليه وسلم ربنا بيكرمه إن يشوفه أو يحس كده بنور في قلبه. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما تنسوش كده تحطوا لايك وتصلوا على النبي في الكومنتات وتشاركوا الفيديو ده مع كل حد بتحبوه ومع كل كده أصحابكم علشان تكونوا سبب في انتشار كده الفيديو ده، ان يا رب كده يكون سبب في ان كل حد كده يحب الرسول صلى الله عليه وسلم بقلبه بجد، ويكون يعني مشاركتك وانك تحطي لايك على الفيديو علشان ينتشر ما بين الناس، ان يكون ده سبب في ان حد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونؤجر عليه. اشوفكم كده في فيديو جديد واتمنى كده تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.